كل اللي بيحبوا البسيمة ويحبوا يعملوها صح فالفيديو ده ليكم. أضمن وأسهل طريقة للبسيمة وهتطلع أحلى كتير من الجاهزة. هنعرف إزاي ننقلها بسهولة في طبق الحلويات زي الجاهز تماما. حلوة حلاوة متأكدة إنها تعجبكم. تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة نبدأ بيها شربات عشان لازم يكون دافي مش ساخن. في بولة هضيف 1.25 كوباية من السكر، بنفس الكوباية 1.25 كوباية برضو من المية. مش هقلب ولا حاجة، خدهم زي ما هما كده وارفعهم على النار. بعد ما يبدأ يغلي هقلبهم كويس وادوب السكر وما اتأكد انه داب كده كويس. هضيف عصرة نص ليمونة واحدة، هقلبهم من النص كده عشان الحروف ما تجيش عليها سكر ويتحرق مني. هرفعه تاني على النار واحسب من 7 ل10 دقايق بالظبط. بعد ما الوقت يخلص هرفعه من على النار، وعشان الشربات يبقى لامع كده وريحته حلوه هضيف معلقه من السمنه وكمان كيس من الفانيليا. السمنه هتدي لمعه حلوه قوي للحلويات اللي بنعملها، والفانيليا كمان هتديها ريحه حلوه قوي. هنركن الشربات لحد ما يبرد. وتعالوا نحضر مقادير الجافه دي. عباره عن ايه؟ المكون الاساسي عندنا 3 كوبايات من جوز الهند، ما يكونش ناعم قوي يعني ولا شرايح. والكوبايه اللي هنستخدمها واحده ما نغيرهاش في كل المكونات. الكوبايه تكون مليانه زي ما انتم شايفين كده، سواء الكوب المعياري او كوبايه الشاي العاديه. بنفس الكوبايه نص كوبايه من سميد البسبوسه ده بيكون ناعم. كمان بنفس الكوبايه نص كوبايه من الدقيق العادي مع ذره ملح. ونقلبهم كده كويس مع بعض عشان كلهم كده يختلطوا كويس ويبقى كلهم خليط واحد. كده خلاص المكونات الجافه عندي خلصت. هركنها على جنب واجيب اي كسرولة تتحط على النار، وهضيف عليها بالترتيب كده نص كوبايه من اللبن الحليب، وبنفس الكوبايه زي ما قلنا نص كوبايه من السمنه. طبعا السمنه يكون ريحتها حلوه. هنفضي دايما بالسباتولا كده عشان تاخد كل المكونات. بنفس الكوبايه نص كوبايه من عسل الجلوكوز، طبعا تكونوا مدفينه شويه في الميكرويف علشان خاطر ينزل بسهوله. هاخده كويس من قاع الكوبايه. وبنفس الكوبايه نص كوبايه من السكر العادي. طبعا لما نيجي نقلب كده مش هتبقى سهله قوي ان السكر يدوب. احطهم على النار يدفوا او في الميكرويف 30 ثانيه بس لحد ما كلهم يدوبوا حلو كده. هنزل بالخليط ده على المكونات الجافه واتاكد ان كلها نزلت من الحله او الكسرولة بتاعتي. نقلب الخليط كويس كده بالسباتولا علشان ممكن يكون جوز الهند في القاع تحت مش مختلط كويس قوي بالمكونات. قلبوهم حلو جدا، ولما تتاكدوا ان هم اختلطوا تماما من غير ما نقلب كتير قوي يعني هتبقى كده خلاص جاهز معانا الخليط بتاعنا. نجيب صينيه مقاس 28 ل 30 بالكتير. طبعا هنا مش هينفع ادهنها سمنه، بس لازم ادهنها بشويه دقيق عشان جوز الهند ما يلزقش في ارضيه الصينيه. او نجيب ورق زبده زي كده، سواء بقى مش عايزين الخليط يلزق او هننقلها في طبق زي طبق التقديم الجاهز بالظبط. لما افرد ورق الزبده هدهنها برده شويه كده من السمنه وابدا انزل بالخليط بتاعي. هينزل بسهوله كده معانا زي ما انتم شايفين. هيبقى شبه العجينه كده شويه، هو مش عجين يعني ولا حاجه، لكن اقصد سهل تشكيله جدا. نوزعه كويس بقى بالسباتولا كده زي ما انتم شايفين، وممكن خبطتين على الرخامه بس علشان نسكن ورق الزبده كده مع اطراف الصينيه. وممكن بالسباتولا كده برده نتاكد ان ورق الزبده نزل بالخليط كده لارضيه الصينيه كويس جدا. ونوزع بالسباتولا كده كويس. هتتوزع معانا سهل قوي، ما يكونش فيه ناحيه اعلى من ناحيه. طيب لو انا مش متوفر عندي السباتولا دي، على فكره ممكن بايدينا نبلها بله خفيفه قوي بالميه، نوزع كده بايدينا او نساوي السطح تماما كده. خلاص هي جاهزت. في المرحله دي بقى ممكن نحط مكسرات او تحطوا زي ما انا حطيت كده شرايح من جوز الهند. انا فضلت هنا شرايح جوز الهند دي، وزعتها كويس عشان كلها تبقى واخده شكل حلو. ضغطه خفيفه كده بالايد بس على شرايح جوز الهند وبس كده. الصينيه خلصت. التسويه ازاي بتكون؟ فرن متسخن من قبل حراره 180 درجه، نحطها رف اوسط. لو عندك مروحه انت هتسيبيها هتلاقيها اخدت لون لوحدها وبقت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده حوالي ربع لتلت ساعه. لو مش عندك مروحه، اول ما الحروف تاخد لون كده حلوه هنطفي الفرن ونحطها تحت الشوايه على طول. بتبقى غالبا برضو بعد تلت ساعه. بعد كده نسقيها بالشربات يكون دافي مش بارد قوي وما يكونش ساخن ابدا. دي مش زي البسبوسه. بصوا الجمال بقى. انا بالنسبه لي يعني اتبقى ربع كوبايه كده من الشربات، ما خدتش الكميه كلها. تقدروا تضيفوا الكوبايه وربع كلهم، او تعملوا شربات كوبايه بس من الميه على كوبايه من السكر، بلاش كوبايه وربع، زي ما تحبوا. خلاص كده بقت سهله معانا. هتشرب الشربات بتاعها تدريجي. وتقدروا بقى كده في المرحله دي بالورق الزبده اللي احنا كنا حاطينه تنقلوها بسهوله لطبق التقديم زي اطباق التقديم الجاهزه اللي احنا بنشتريها. شكلها خطير جدا بجد. شايفين نقلتها بكل سهوله. انا طبعا كنت بحاول اوريكم بس ان احنا ازاي نقدر ننقلها بسهوله، وانا قدمتها عادي في طبق التقديم عادي عندي مع الشرايح جوز الهند. بتبقى خطيره قوي وريحتها حلوه قوي. انتوا هتعملوا انقلاب تحسوا ان انتوا في محل حلواني كبير جدا من الريحه الخطيره اللي هتشموها دي. خلي بالكم يا جماعه، واخده لون ذهبي خطير جدا. هنا عندي اهي من غير شوايه ولا حاجه خالص. انتوا تقدروا تتحكموا في اللون بقى بالشوايه لو مش عندكم مروحه. وكل ما يكون نوع جوز الهند كويس ونوعيه كويسه بتبقى ريحتها احلى. حطيت شرايح من جوز الهند عند التقديم برده مع شويه كده من العسل اللي اتبقى، حاجه بسيطه بتديها لمعه حلوه جدا. لو انتوا عاوزينها طبعا ما تكونش طريه في الاول، بتسيبوها لحد ما تبرد تماما وتقطعوها. انتوا لما تعملوها مش هتصدقوا ان انتوا عملتوها بالجمال ده في البيت. مقاديرها مظبوطه جدا، ولو اول
مرة تعملوها هتطلع معاكم مظبوطة جدا من أول مرة، طرية ومتماسكة في نفس الوقت، تقدروا بعد كده تحفظوها في التلاجة بعد طبعا ما تغطوها. وبس كده عملنا أحلى بسيمة بمقادير مظبوطة جدا من أول مرة. أتمنى من كل قلبي لو جربتوها وعجبتكم ما تنسوش الفولو واللايك والشير عشان يوصلكوا كل وصفة جديدة، وهستنى رأيكم في كومنت جميل زيكم، وصحتين وهنا يا رب.